بزاف ديال السيدات كيلقاو راسهم وسط خدمه وسط اجتماع ما كتقدرش تعبر على راسها، ما كتقدرش تقول لا راه الحاجه ما مناسبانيش، وكتلقى راسها كدير شي خدمه كتر من خدمتها، ولا كدير خدمه اصلا ماشي ديالها، ما داخلاش في المجال ديالها، غير حنت ما كتقدرش تقول لا، ولا كتخاف تعبر على رايها، كتقول مع راسها دابا انا الا عبرت على راسي غادي نخسر هاد الخدمه، او كتقول بانني انا الا قلت لهم مثلا زيدوني في الصالير صافي غنخسر هاد الخدمه، ولا داخل بين الخوف من التعبير على الرأي، شي حاجة كتشوفيها ما عجبكش داخل علاقة عاطفية ولا مع شريك الحياة في العلاقة الزوجية ولا مع ولادك ولا مع عائلة الزوج ولا مع راسك، بعض الأحيان ما كتقدريش تقولي ستوب، راه هاد الحاجة ما كتناسبنيش، هاد الحاجة راه ما مزياناش ليا، راه ما غتنفعنيش، ديك لا كتجيك بحال راه غادي نجبد السيف وغادي نبدا نقطع في الناس، وهو لا هي كترسم حدود، كتعلموا نرسموا منها حدود، اما لا ما نهضروا على الناس اللي ما كيقدروش اصلا يرسموا حدود، اللي جاي يدخل واللي جاي يخرج ويدخل بنادم ويعبر ويهينك ويقلل منك، وراه تذكروا هذه المساله بان ما عندهاش علاقه اصلا بنتي شنو مستواك الدراسي، وما عندهاش علاقه بمستواك المادي ولا الاجتماعي، هذه كنأكدها لك. علاش؟ لان كنخدم مع بزاف ديال الناس اللي كتلقى من طبقات مختلفه، اللي كتلقى من مستوى دراسي مختلف، ولكن راه كتلقاهم عندهم نفس المشكل في الاخير. فديك انعدام الثقه في النفس هي اللي كتخليني اصلا ما كنقدرش نعبر على رايي، كنخاف، ما كنقدرش نقول لا، كنحاول نرضي الناس ولو على حساب راسي، على حساب صحتي، على حساب وقتي، على حساب فلوسي، ما نقدرش. علاش؟ انني انا باغيهم يرضاو عليا ويشكروني، لان كل ما شكروني وكل ما رضاو عليا غنحس براسي مزيان مرتاح. هذاك الشيء علاش اليوم لكل وحده كتسمعني لمسها هذا الكلام اللي كنقول لك ضروري تخدمي على الثقه بالنفس، مهاره الثقه بالنفس، كتعلمك تقولي لا، كتعلمك ترسمي حدود، كتعلمك تختاري راسك. وهنا ملي كنتكلموا على الثقه بالنفس، شنو هي الثقه بالنفس؟ الثقه بالنفس راه ماشي مظهر وماشي لبس، ماشي شكل، ماشي طريقه مشي ولا طريقه جلسه ولا مستوى دراسي، ولا الثقه بالنفس هي ديك العلاقه اللي بينك وبين راسك كتكون مزيانه، علاقه بينك وبين الذات كتكون مزيانه غير مشوهه، والثقه بالنفس كتنبع من الداخل، ماشي من الاطراءات والاعجابات والكلام والتعليقات ديال الناس الخارجيين، لا كتنبع من ما هو داخلي. فاليوم في البرنامج اللي وجدت لك داخل الدوره ولا الكورس ديال اسرار الثقه بالنفس اللي وجهتها النساء فقط، وهذه راه مقصوده للنساء فقط باش كنخدموا على هذه المهاره اكثر. علاش هنا كنخدموا على شنو؟ غادي نخدموا على اصلا شنو علاقه انعدام الثقه بالنفس ديالك بجروح الطفوله، كيفاش بان عدم قدرتك على قول لا داخل علاقات اصلا مرتبطه بانني انا ما تيقاش في راسي، كيفاش نبني هاد المهاره. واللي زوين ان انعدام الثقه بالنفس هو مجرد مهاره كنقدر نكتسبها. نعم كتقدر انت اليوم اللي كتسمعيني، تقدري اليوم انت ما قادرش تقولي لا، بعد عام تقدري تقولي لا بكل سهوله، انت ما قادرش تعبري على رايك من بعد مده ديال الاشتغال وديال الاجتهاد ديالك وديال الاستثمار في راسك، تقدري تقوليها بكل بساطه. فاي وحده اليوم فيكم كتسمعني كتحس براسها بانها محتاجه هاد المهاره، محتاجه تطورها، محتاجه تخدم عليها، محتاجه انها تحس براسها انسانه واثقه بنفسها، انسانه تقدر تقول هذه ضرتني وهذه عجباني، هذه ما عجبانيش، تقدر تحس بان كرامتها تقاس، تقدر تقول ستوب، تقدر في العلاقه ما تبقاش داك الخوف 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 الخوف، لان الخوف هو العدو رقم واحد للانسان. وراه هنا ملي كنقولوا اننا نخدموا على المهاره ديال الثقه بالنفس، ماشي المعنى ديالها ما غاديش تبقاي تخافي، ولكن المعنى ديالها انني انا غنقدر نعرف كيفاش نواجه المخاوف ديالي، نولي نعرف كيفاش نقدر نواجه المخاوف ديالي. الدوره ولا الكورس ديال اسرار الثقه بالنفس هي واحد البرنامج صمم لك ماشي لكل شيء، الناس اللي بصح باغا تخدم على راسها، اللي باغا تكتسب هذه المهاره داخل العمل، داخل الاسره، داخل البيئه اللي هي فيها، بغات تطور، بغات تحط اهداف وتوصل ليهم، بغات تولي عندها الجرأه والقدره على انني نعبر نتكلم بلا خوف، لا انني نتسنى الاخرين يصفقوا عليا لا ما صفقوش عليا اذا انا متوتره.
هنا كنتعلموا نستثمروا في روسنا. في اول اختبار لك انت اليوم اللي كتسمعيني، هل عندك هل مستعده حقا انك تستثمري في راسك؟ الا ما مستعداش تستثمري في راسك، انا كنقولوا بان باقي خاصك واحد الطريق باش توصلي لواحد المرحله ديال الوعي انني انا اهم مشروع في حياتي، وبانني خاصني نستثمر في صحتي النفسيه الجسديه في وقتي، لان داك الاستثمار اليوم شحال من وحده كتسمعني يمكن ما عندهاش فلوس بزاف باش تستثمر في عقارات، تستثمر في سبائك ديال الذهب، تستثمر في، ولكن عندها ممكن عندك القدره تستثمري في راسك الا استثمرتي في راسك، وخاصه في الجانب النفسي ديالك. لان ملي ما كتكونش عندنا الثقه بالنفس شنو كيوقع؟ راه كيكون الم نفسي. هذا الالم النفسي نتيجه على ماذا؟ نتيجه على اني كنشوف راسي كنظلام، كيتقلل مني، كنتهان، ما قادرش نعبر على رايي حيت خايفه، او انني كنكون رابطه قيمتي بشنو غيقول عليا الاخر. فكل وحده اليوم سمعتني مهتمه بهذه الدوره تواصل معايا على رقم الواتساب اللي هو 06 96 34 94 73. نعطيك التفاصيل تقدري تستافدي من الناس الاولين اللي كيستافدوا. اهلا وسهلا بك في هذه الرحله اللي غادي تدوم 6 اسابيع من اي بلاصه انت فيها. يكفي تكون عندك النيه ديال التغيير وبدايه جديده.